أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المذيع. ومعانا النهاردة بقى من داخل رصيف نمرة 5 بسوهاج. تعرف عليك؟ الشيف عبد الحلواني. يا شيف عبده، احنا شفنا بقى على الفيس مشروب بقى، الناس بتسأل ولا انتوا عملتوا ان انتوا عاوزين تسموا المشروب؟ تمام. هو ده اختراع ان الفكرة الفكرة اختراع مين؟ هو اختراع انا. تمام. هو جت يعني في دماغي قلنا ننزل مشروب جديد. تمام. فانا عملته. هو مكون من عصير مانجا. بقى نشرح بقى مكون من ايه؟ عصير هو ده مكون من عصير مانجا وملك تشيك بلو كراسو وايس كريم ومكسرات وصوص توت. تمام. فاحنا اخترعنا، فاحنا عاوزين له اسم. تمام. واخترع علينا كذا اسم. طب استقرتوا على اسم ولا ايه؟ لا لسه، عايزين اسم يكون حلو. فاهم انت؟ يعني ناس كتير متفوقاه يعني. عملتوا بقى مسابقة لا لسه. فاحنا عاملين مسابقة يعني الاسم اللي هيجيبنا اكتر للكاس هدية. لنا مكوناته من تاني؟ عصير مانجا وميلك تشيك بلو كراسو وايس كريم ومكسرات وصوص توت. ممكن ندوق؟ دوق. شلموه. اهو يا جماعة، هندوقها المشروب الجديد. احنا بندوق اهو. والله بس الغالب عليه اكتر المانجا. لا هو على فكرة ده نص ونص. النص اللي من تحت مانجا يا جماعة، والنص اللي من فوق ايه؟ ميلك تشيك بلو كراسو. حاجة جميلة والله. احنا الشيف معانا عبد الحلواني. الشيف عبده ده من اختراعه يا جماعة، لسه دايقين والله، حاجة حلوة. احنا شيف عبده بنشجع الشباب اللي زيك اللي هو بيفكر في المهنة. الحمد لله والله، يعني احنا في اي حاجة الحمد لله، يعني سخن وساقع اي حاجة الحمد لله. يعني رصيفنا مع 5 يعني واخد صيت حلو في سوهاج. تمام. واحسن مشاريب واحسن كل حاجة عندي. الواحد لازم يفكر في مهنته ويطور منها طبعا. الحمد لله والله، كل يوم بنطور في حاجة. في نهاية حلقتنا بنشكرك يا شيف.